يلا تعالي بقى، من ربع كيلو لحمه بس هنعمل احلى كفته، وكمان هتبقى طريه وجوسي كده وحلوه جدا جدا. يلا بقى، شايفه الكميه دي كلها بربع كيلو من اللحمه بس. تعالي بقى هقولك هنعمله ازاي. تمام، ده ربع كيلو من اللحمه المفرومه. تمام، وعليه نص كوبايه فول صويا نقعتها كويس جدا وصفيتها كويس قوي قوي. تمام، بصلايه متوسطه، وبقدونس، وقرن فلفل حامي لو حابه. تمام، البهارات بقى بهارات كده مشكله، وفلفل اسود وملح. بس كده، لو حابه تحطي بهارات كفته كمان حطي، مش حابه خلاص كفايه كده بس وخلاص. معلقه بقى من السمنه كبيره، او معلقه من الدهنه لو متوفره عندك. تمام، شوفي بقى اللي متوفر عندك وحطيه، وعجيني الحاجات دي كلها كويس جدا جدا في بعض زي ما انت شايفه كده. تمام، وظبطي الملح بتاعك وحطيها في الكبه كمان مره تتضرب ضربه كويسه قوي قوي في الكبه. تمام، بس وخلاص كده. بعد كده بقى، بعد ما تخلصي المكونات دي كلها وتضربيها في الكبه كويس. اهم حاجه يا جماعه تضربيها في الكبه كويس قوي علشان يبقى لها نسيج، شايفه كده. او بالمفرمه بقى، لو عندك مفرمه ممكن تعمليها فيها، بس هي في الكبه حلوه قوي. شايفه كانت حلوه جدا جدا، بتصبعها معاكي ولا بتفك ولا اي حاجه ابدا. المكونات دي يا جماعه مظبوطه جدا جدا، اعمليها بنفس الطريقه وبنفس المكونات زي ما قلت لك كده، هتبقى حلوه قوي قوي. شايفه كانت صوابع حلوه جدا. وممكن الكفته دي تشويها على السيخ برضو لو حابه تعمليها، مش هتفك معاكي ابدا ابدا ابدا. تمام، وممكن تشويها برضو باي طريقه انت عايز تعمليها بيها، بس انا عملتها بقى بالطريقه الحلوه دي، انا بحب اعملها بالطريقه دي كمان. ده كان كيلو من البطاطس، نزلت عليه بطماطميه متقطعه، وقرن فلفل حامي، وقرن فلفل كوبي، وبصلايه كبيره. تمام، والبهارات بتاعتي برضو اللي هي كمون وفلفل اسود وملح وبهارات. وهمسك الحاجات دي كلها كويس قوي قوي، هحب اقلبهم كده مع بعض كويس جدا جدا، تقليب كويس قوي قوي كده، علشان البطاطس بيبقى طعمها حلو كده لما بتقلبيها بالحاجات دي كويس. اهم حاجه يا جماعه حطوا المكونات اللي انا بقولها لكم دي، هتطلع النتيجه حلوه ومظبوطه جدا جدا. هجيب بقى حوالي نص كيلو من الطماطم، هضربه في الخلاط وهحط برضو عليهم كمان صينيه البطاطس بقى كده. انا هسويها على البوتاجاز 3 ارباع تسويه، 3 ارباع تسويه، وهدخلها الفرن تاخد يا دوب حوالي كده في الفرن. حطي بقى الماده الدهنيه بتاعتك اللي انت حابه تحطيها برضو كده في البطاطس زي ما انت شايفه كده. وبعد كده بقى هحطها على البوتاجاز، هتستوي 3 ارباع تسويه، وهدخلها الفرن. اول ما تبدا تنشف معايا وما يبقاش فيها غير صوص خفيف قوي كده، هحط الكفته على الوش واشغل الشوايه، بس مش هعمل اكتر من كده. هنا بقى كنت هعمل الرز بالشعريه معاها، انا بحب اكل مع الاكله دي رز بالشعريه. الاكله دي يا جماعه حلوه وغنيه جدا جدا، ممكن كمان تعمليها في اي وقت، يعني ممكن في رمضان تبقى يوم فطار حلوه جدا جدا، ممكن تعمليها غدا لو عندك حد على فكره، ممكن برضو تعمليها معاها حلوه جدا جدا. والكفته ممكن بدل ما تعملي معاها بطاطس ورز بالشعريه، ممكن تعملي معاها مكرونه وبطاطس، تعملي معاها سلطات وتاكليها بالعيش، باي طريقه انت تحبيها اعمليها. انا بس حبيت اوصل لك يعني افكار اللي انت عايزه تعمليه اعمليه. الرز بقى، انا بحب الرز بالشعريه، احط الشعريه قد الرز. تمام، وبحط معاه فلفل اسود وعود قرفه كده عشان يخلي طعمه حلو. هنا بقى البطاطس كانت خلاص، المفروض ان انا هشغل لها الشوايه. قبل بقى ما اشغل الشوايه بطلع الصينيه كده من الفرن، وارص على الكفته اللي انا عملتها معاكم زي ما انت شايفه كده، وابدا بقى ادخلها تحت الشوايه. بتطلع بقى مشويه حلوه جدا جدا. لو حابه بقى كمان تولعي حته فحم وتحطيها عليها كده تاخد ريحه الفحم، اعملي الخطوه دي. مش حابه خلاص براحتك. شايفه بقى كانت طريه وحلوه جدا ازاي، والرز كان مفلفل وحلو قوي قوي. زي ما قلت لكم، خلي الرز بالشعريه، الرز قد الشعريه هيطلع معاكي لونه حلو وذهبي ومفلفل وحلو قوي قوي. بس كانت بقى ده الفطار بتاعنا النهارده. ويا رب يا رب بقى ما تنسوش لو وصلتوا معايا لحد هنا تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين يا رب، رمضان كريم عليكم وعلينا وعلى المسلمين جميعا يا رب دايما. شايفه كانت حلوه جدا جدا، وجربوها يا جماعه بجد، فكره حلوه قوي. والكفته كان طعمها حلو، والفول الصويا على فكره مش فيه اضرار ولا اي حاجه خالص زي ما بنسمع عنه. فول الصويا حلو جدا وفيه بروتين عالي قوي قوي. جربوه ان شاء الله يعجبكم. بس لو جربتوها بقى بالطريقه دي قولوا لي رايكم في التعليقات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.